حضراتكم وبيشرفنا مشاركتكم لينا في الإعلان عن بدء تأسيس حزب حياة المصريين. أنا هكلمكم في أفكار عامة فيما يخص توجهات الحزب، وبعدين هنفتح مجال أكثر لأسئلة حضراتكم سواء عن الحزب وتأسيسه أو عن أي أمر آخر حضراتكم مش حابين تسألوا عنه. حزب حياة المصريين هو حزب سياسي مدني ليبرالي يسعى إلى تجميع المصريين تحت مظلة الهوية المصرية، ويقاوم كل محاولات لطمس هذه الهوية المصرية. ولما بنتكلم عن الهوية المصرية حضراتكم بتعلموا ان في احزاب كتيرة جدا بتشاركنا في المعنى ده، لكن احنا يمكن في معاني كتير قوي من اللي ممكن تكون بتتكرر في الاحزاب المدنية الليبرالية هيبقى دايما الفرق ما بيننا وما بينهم هو وجود آليات حقيقية لتمكين المعاني دي. حضراتكم تعلموا على سبيل المثال انه الهوية المصرية نتيجة لحالة الفساد والإفساد اللي كانت موجودة في مصر لسنوات طويلة، واللي نتج عنها مشاكل في التعليم ومشاكل في شتى مجالات الحياة، ترتب على كده ان احنا بقى عندنا مشكلة هوية وتمت الشوشرة بشكل او باخر على معاني الهوية المصرية. فلما بنتكلم ان احنا عايزين نجمع الشعب المصري تحت مظلة الهوية المصرية، وقد يكون ده شعار بيقوله معظم الاحزاب المدنية الليبرالية، اللي هيميزنا في هذا الامر ان احنا عندنا برامج واليات لتمكين الهوية المصرية ما بين المواطنين المصريين. عندنا برامج واليات لمقاومة كل محاولات طمس الهوية المصرية، سواء بجعلها مضادة للهوية الدينية او بتشبيه بعض مراحل تاريخية موجودة في تاريخ مصر، وهي مراحل مؤثرة جدا في تشكيل الهوية المصرية. المعنى الثاني برضو ان احنا بنتكلم عن تبني المواطنة الكاملة العادلة ما بين ابناء الشعب المصري. وكلمة المواطنة هنا مش في اطار ان الناس تنزل انتخابات بس او ان الناس تشارك في الحياة السياسية بس، وانما احنا بنتكلم على المواطنة الكاملة من حيث مجالاتها ومن حيث مجالات المشاركة، والمواطنة العادلة التي لا تميز ما بين مواطن عن مواطن، سواء لسبب ديني أو لسبب فكري أو لسبب نوعي أو لسبب جغرافي. سبب ديني مسلم مسيحي، سبب نوعي رجل امرأة، سبب جغرافي أهل العاصمة أو أهل الأقاليم المختلفة. وبرضه بنفس المعنى احنا مش بنتكلم على مواطنة على اعتبار انها مصطلح لم يتكرر في الأحزاب المدنية، وإنما احنا بنتكلم برضو عن آليات واضحة لتفعيل معاني المواطنة ودفع الفئات المختلفة في الشعب المصري إلى أن تفعل مواطنيتها في المجتمع. لو حضراتكم متذكرين أثناء انتخابات مجلس الشعب كان الكلام مع الصوت المسيحي أو الكلام مع المرأة بمنطق انتخبوا فلان يدافع عن حقوقكم او انتخبوا فلان يتكلم في القضايا اللي بتشغلكم. احنا هنبقى نركز اكتر على انه الفئات المختلفة من الشعب، سواء المسيحيين او المرأة، اهل النوبة، اهل البدو، مش ان احنا نفعل مواطنيتهم كاصوات تدعم الحزب في الانتخابات، وانما ان احنا نفعل مواطنيتهم كمواطنين مشاركين. فلما بنتكلم عن المواطنة فيما يخص المسيحي احنا عايزين يدخل معانا ويشاركنا العمل العام ونعرضه كحزب على المجتمع كمواطن يشارك في العمل العام. وبعد شوية لما تيجي انتخابات، سواء انتخابات محليات وهي الأقرب أو انتخابات مجالس نيابية أو ما شابه، يبقى هو ضمن الكوادر اللي احنا عدناهم أو جهزناهم ان هم يخوضوا الانتخابات ليعبروا هم عن حقوقهم وعن مشاكلهم، سواء ده يخص المواطن المسيحي او المرأة او اهل المناطق الاقل مشاركة في الحياة العامة، النوبة والبدو وما شابه. هرجع تاني واقول ان الفكرة في آليات التنفيذ وليس فقط في المصطلحات. لما بنتكلم عن الهوية المصرية بنتكلم عن المواطنة، بنتكلم عن اطلاق الحقوق والحريات وحمايتها وصيانتها والتعامل مع الحريات. ومعنى الحرية مش على انه معنى متهم
يحتاج إلى الدفاع عنه دائما. لو حضراتكم برضو متأملين هتلاحظوا أنه الأحزاب المدنية خلال الفترة السابقة طول السنة اللي فاتت من بعد سقوط النظام السابق اتحطت دايما في خانة الدفاع، فكان كل المصطلحات اللي تخص المدنية والليبرالية أصبحت مصطلحات متهمة نتيجة حملات تزوير الوعي اللي بعض التيارات السياسية مارستها ضد هذه المصطلحات، وبالتالي بقى في بعض أحزاب وهي بتتكلم عن الليبرالية والمدنية والقيم المختلفة المرتبطة بالمعاني المدنية بتتكلم عنها عن استحياء، وفي بعض الأحيان قد تضطر إنها تغير المصطلحات المرتبطة بالمفاهيم المدنية، فيتقال بدل ما تقول ليبرالي بس بلاش تحط كلمة ليبرالي، بدل ما تقول دولة مدنية قول دولة ديمقراطية حديثة، وما شابه من الممارسات اللي حصلت خلال المرحلة السابقة أو السنة السابقة. حزب حياة المصريين لن يتبنى هذه الآلية. احنا مؤمنين ان الليبرالية والحريات لا تتعارض مع أديان ولا تتعارض مع الهوية المصرية، وبالتالي واحنا بنتكلم عنها ما احنا شايفين انها حاجة نستخبى منها، احنا هنتكلم عنها بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة، وهنعمل على نشرها ما بين المواطنين ضمن البرامج اللي احنا بنتبناها، سواء لتمكين الهوية او لتمكين المواطنة او لتمكين الحريات واحترام الحريات. ودي برضو تاني الفكرة مش ان الحريات ما تكلمش عنها احزاب، وانما الفكرة فكرة تمكين هذه الحريات، خاصة بعد 30 سنة كان فيهم فساد وإفساد ترتب عليهم النظر لمعنى الحرية يا إما بشكل مطلق يا إما بشكل متحفظ. احنا عايزين نتكلم عنها بمعناها الطبيعي الصحيح، وعندنا آليات لنشرها في المجتمع برضو بمعناها الطبيعي والصحيح. يبقى تاني هوية مصرية مواطنة، إطلاق للحريات وصيانة للحريات. ما يخص علاقة الدين بالسياسة، احنا بما ان احنا اتكلمنا عن الهوية المصرية فالكل يعلم ان الدين جزء اساسي من الهوية المصرية، واحنا قلنا قبل كده في اكتر من لقاء انه المصري عرف الدين والقيامة من ايام اخناتون، وتركيبة المصري هي تركيبة الدين جزء اساسي فيه، وكل من تكلموا عن الشخصية المصرية تكلموا عن تأثير الخطاب الديني وتأثر الشخصية المصرية بالخطاب الديني ومكوناته. وبالتالي حزب حياة المصريين بيحترم الدين كمكون أساسي في الشخصية المصرية، ولكنه يرفض بكل الأشكال والصور الخلط بين الدين والسياسة، ونرى أن الدين بمقدساته إذا اختلط بالسياسة هيحصل ضرر للناحيتين. هيحصل ضرر للسياسة لأن في ناس هتعرض برامجها على أنها تعبر عن الخطاب الديني، وبالتالي هتضفي عليها قداسة الدين، وبالتالي اللي هيعارض هذه البرامج أو هيعارض هذه الشخصيات كأنه هيكون بيعترض على الدين أو بيعارض الدين. من الناحية الثانية هتضر الدين، لأن اللي هيقرأ في تاريخ الأديان والفترات سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي، والفترات اللي قوى سياسية ما استخدمت الدين فيها ضمن خطابها السياسي، يعلم جيدا ان تم تحريف معاني كثيرة جدا في الأديان لهذا السبب. فلما بنقول ان احنا عايزين نفصل الاثنين عن بعض، احنا عايزين نعمل صيانة للاثنين، صيانة للدين وصيانة للسياسة. فنحن نحترم الأديان لكن لا نقبل ان يتم الخلط ما بين مقدساتها وما بين السياسة. احنا بنحترم الأديان ولا نقبل ان حد يتحدث باسم الدين كأنه المتحدث الرسمي للدين او المتحدث الرسمي عن الله عز وجل. من ضمن اللي احنا بنشتغل عليه انه احنا حاطين آليات برضو لمقاومة هذا التداخل ما بين الدين والسياسة في الأماكن اللي فيها الخطاب الديني، وده من خلال تعاون الحزب والجناح الخدمي لحزب حياة المصريين مع المؤسسات والكيانات الدينية. وعندنا برامج هنتعاون فيها مع الكيانات الدينية تخص تطوير الخطاب الديني، واللي احنا مؤمنين بيه كحزب حياة المصريين انه لن تحدث نهضة في مصر
إلا ويصاحبها تطوير للخطاب الديني. يعني إذا احنا عايزين نحدث نهضة في مصر لابد أن يعني يكون من مقومات هذه النهضة تطوير للخطاب الديني. وكل المتابعين للخطاب الديني ما قبل الثورة يعلم جيدا أن الخطاب الديني فيه من الإشكاليات ما يجعله ليس عاملا من عوامل البناء، بل مع الأسف في كثير من الأحيان من الممكن أن يكون من عوامل الهدم. عشان كده احنا لو بنتكلم على إحداث نهضة في بلدنا مستحيل تحدث نهضة إلا لما يكون في جهود لها علاقة بتطوير الخطاب الديني. وكل اللي قدروا ان هم يطوروا الخطاب الديني ويربطوا ما بينه وما بين الحداثة هم اللي قدموا برامج للنهضة ينفع تركب على الشخصية المصرية اللي الدين مقوم أساسي فيه. ولذلك من ضمن المشروعات الأساسية اللي بيتبناها حزب حياة المصريين هو التعاون مع الكيانات والمؤسسات الدينية لتطوير خطاب ديني احنا هنسميه خطاب ديني مصري يجمع البديهيات الأديان الموجودة على أرض مصر اتفقت عليها ولم تختلف فيها، البديهيات الإنسانية اللي تخلي الخطاب الديني عامل من عوامل البناء والتجميع وليس عاملا من عوامل الهدم والتفريط. الأمر الثاني ما يخص التوجه الاقتصادي للحزب. حزب حياة المصريين حزب يمين وسط، فنحن هنستفيد من الآليات المتبعة في اقتصاد السوق الحر لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمار وزيادة الثروة وتوفير فرص عمل وما شابه. وده قناعتنا انه يستحيل ان تحدث نهضة الا وجزء اساسي منها هيكون زيادة الاستثمار وجذب الاستثمارات، لكن في نفس الوقت عندنا آليات صارمة جدا فيما يخص العدالة الاجتماعية. على سبيل المثال يستحيل أن تتحقق عدالة اجتماعية من غير ما يكون عندك نقابات واتحادات عمالية قوية جدا، لأن المفروض أن النقابات والاتحادات العمالية بتمثل أو بتدافع عن حقوق شريحة كبيرة جدا من المجتمع، العمال العاملين في الشركات والموظفين الفلاحين وما شابه. فأول حاجة في الآليات الصارمة أن أنت تقوي النقابات والاتحادات العمالية. الحاجة الثانية ان احنا ممكن نقدم باقة من التعديلات التشريعية تخص حصة العاملين في ارباح الشركات، تخص تحفيز الشركات لتمليك العاملين فيها، ما هواش تأمين بالمعنى المعروف في الفكر اليساري، وإنما انك تشجع أصحاب الشركات ان هم يملكوا الموظفين والعاملين أسهم هذه الشركات وتربط دوت بأداء العاملين وكفاءتهم. الحاجة الثانية انه سن تشريعات تحرك الشركات لأداء الدور الاجتماعي للمجتمع من خلال التكامل مع خطة النهضة الموجودة في مصر ما بعد الثورة. يبقى كأنك واحد هتقوي الاتحادات والنقابات، اثنين هتعدل في نسب العاملين فيما يخص حصتهم من أرباح الشركات، هتحفز الشركات على تمليك العاملين أسهم للشركات اللي هيكونوا فيها. الحاجة الثانية انك هتحط تشريعات تحكم دور للشركات في المجتمع اللي هي بتعمل فيه، والدور ده مش هيكون دور عشوائي وإنما دور مرتبط بالخطة النهضوية اللي البلد بتتبناها والمشروعات القومية الواردة في هذه الخطة. الحاجة الثانية ما يخص الدعم، احنا نتبناه ونؤيده ونستمر فيه ولكن بضوابط. الضابط الأول انه يصل لمستحقينه، لان احنا ما عندناش حصر اجتماعي اقتصادي للمواطنين المصريين، وبالتالي في كثير من الأحيان الدعم بيصل لغير مستحقينه. الحاجة الثانية ان ما يكونش الدعم كله رايح للاستهلاك، وإنما يبقى فيه جزء كبير من الدعم رايح لإعادة بناء المواطن المصري. يعني جزء كبير منه يكون رايح للتعليم، جزء كبير منه يكون رايح للصحة، وما يبقاش كله رايح للسلع الاستهلاكية. عشان كلمة دعم احنا مش عايزينها تكون في معناها الإغاثي بس، الأكل والشرب والطاقة، وإنما احنا عايزين كلمة دعم تمتد للمعنى التنموي كمان، فيدخل فيها المساهمة في إعادة بناء المواطن المصري. ما يخص المشروعات القومية اللي الحزب هيكون بيتبناها،
حضراتكم بتعلموا ان طوال السنة الماضية كان في مشروعات قومية كتيرة جدا تم طرحها على المجتمع المصري، بعضها يخص الامتداد العمراني فما نبقاش موجودين في الدلتا الضيقة، بعضها يخص تطوير قناة السويس ومناطق محيطة بيها، بعضها يخص تطوير يعني امور لها علاقة بالطاقة وبعض الخامات الموجودة في مصر زي الفوسفات وما شابه. وفي الحقيقة حزب حياة المصريين مؤمن إيمان كامل إن المشروع القومي اللي لازم كلنا نجتمع عليه هو إعادة بناء المواطن المصري. والمشروع القومي اللي احنا بنتبناه هو مشروع يدعم برامج وآليات لإعادة بناء المواطن المصري. احنا مؤمنين إن المواطن المصري هو الأساس في النهضة، ومؤمنين إنه في مشاكل موجودة نتيجة ال60 سنة اللي فاتوا اللي كان فيهم مشاكل في التعليم وغيره. المشاكل دي أثرت على المواطنين، وبالتالي أثرت على دورهم وقدرتهم على تحقيق النهضة المطلوبة لبلدنا. وبالتالي ودي وجهة نظرنا، أي قوانين، أي تشريعات، أي دستور انت هتقدمه، أي مشروع قومي هتحاول تطرحه على المجتمع من غير يتم إعادة بناء وإعادة تطوير للمواطن المصري، في الحقيقة لن يؤتي الثمار المتوقعة منه. احنا لو حضراتكم فاكرين لما قلنا في ثورة 25 يناير ويوم ما طلع عمر سليمان وقال او اعلن سقوط النظام، احنا كنا في الميادين الناس بتهلل وبتحتفل، وحضراتكم سمعتم كلام بيقول احنا هنغير شكل البلد في 3 شهور. والناس نزلت تاني يوم وكانت يعني بتنظف الشارع وبتبيض الارصفه وما شابه. ومرت سنة وبتهيألي احنا كلنا غير راضيين عن الاداء اللي حصل طول السنة وما حققناه، وفي بعض الناس عندها ايمان انه مع الاسف تم اجهاض مطالب كتيرة جدا من مطالب الثورة. وفي الحقيقة قبل الثورة احنا كنا بنشاور وبنقول انت المسؤول، فكنا بنشاور على نظام مبارك، نقول النظام مبارك هو المسؤول، وفعلا كان مسؤول. بعد ما تنحى او سقط النظام وكان عندنا روح ان احنا هنغير، بعد شوية شاورنا تاني وقلنا المجلس العسكري او جماعات الاسلام السياسي، والمجلس العسكري وجماعات الاسلام السياسي برضه مسؤولة. لكن في الحقيقة ما فيش ولا مرة اخذنا ال3 صوابع دول. لما انت بتشاور على حد براك وبتعمل كده، في 3 صوابع كده بيشاوروا على مين؟ علي انا لو شاورت على فلان انت مسؤول، في 3 صوابع متجهين ليا انا. حزب حياة المصريين هيقاوم القوى الخارجية اللي بتحاول انها تجهض الثورة او انها تعطل مسارها او انها تعيد مصر لعصور الظلام، لكن هيشتغل وده مشروعه الاساسي، و85% من طاقته وموارده وفكره ويعني كل ما يتم من فعاليات داخل هذا الحزب هيكون موجه بشكل كامل لإعادة بناء المواطن المصري. طيب احنا عايزين نعمل ايه في المواطن المصري؟ عايزين 6 كلمات او 5 كلمات. عايزين كل مواطن مصري يكون إنسان فنعيد له إنسانيته، مصري فنعيد له هويته، مواطن فنعيد له مواطنيته، مشارك فنعيد له إيجابيته، واعي فنخلي مشاركته مبنية على وعي ومعرفة، حر فنحرره من أثر فكر ديني قد يعوق مشاركته أو من أثر فقر بيحول ما بينه وما بين المشاركة الحقيقية الفعالة. فالبرامج بتاعتنا في إعادة بناء المواطن المصري بتغطي ال6 معاني دي: إنسان، مصري، مواطن، مشارك، واعي، حر. إنسان، مصري، مواطن، مشارك، واعي، حر. ال6 كلمات دول كل عضو من أعضاء حياة المصريين وكل كادر من كوادره وكل جملة في البرنامج التفصيلي للحزب راح المعنى من المعاني ال6 دي. واحنا شايفين ان احنا لو قدرنا نعمل ده هنكون قدمنا الاصل الاساسي للنهضة. حضراتكم عارفين انه الادارة القديمة كانت بتنظر للاصول الثابتة، المعدات وما شابه والاستثمارات على انها الاساس في النهضة. لكن لما لقوا ان في شركات ودول عندها اموال طائلة وعندها اصول ثابتة لكنها لا تحقق النهضة، بقى الفكر الحديث في الادارة بيرتب المورد البشري رقم 1، وهي دي نظرة حزب حياة المصريين. نحن نرى أن المواطن المصري هو الأساس لأي نهضة، وبالتالي هو مشروعنا القومي.
مرتبط بالمواطن المصري كمشروع قومي، فرع آخر برضه كمشروع قومي إعادة بناء وتمكين وتفعيل أسر الطبقة الوسطى في مصر. انتوا عارفين انه بعد ثورة 52 حصل لخبطة في الطبقات وابتدى تآكل الطبقة الوسطى، وكان أرسطو وغيره من الفلاسفة بيقول انه اي مجتمع يريد ان ينهض لن ينهض الا اذا كانت نسبة الطبقة الوسطى فيه 85%، والأغنياء بشكل كبير 10%، والناس اللي تحت او في مستوى الفقر 5%. بيتكلموا عن النسب دي على انها النسب اللي تحقق نهضة. عشان كده مع إعادة بناء وتطوير المواطن المصري، احنا عندنا كمان إعادة بناء وتمكين وتطوير أسر الطبقة الوسطى في مصر، وشايفين ان ده من أهم مقومات النجاح لتحقيق النهضة في بلدنا. فإذا احنا بنتكلم على إعادة بناء المواطن، بنتكلم على إعادة بناء الطبقة الوسطى في مصر. ما يخص التنظيم الحزب وايه اللي بيميز تنظيم الحزب عن غيره، حضراتكم عارفين، ويمكن ده اللي احنا بنقوله لما الناس بتقول لنا احزاب تاني، ما في احزاب كتيره وما شابه يعني. حضراتكم عارفين ان بعد اي ثوره احنا بنقعد من 3 ل5 سنين في حاله سيوله حزبيه، بمعنى احزاب بتظهر واحزاب بتكمل واحزاب بتسقط، والاحزاب اللي بتكمل هي اللي بتقدر تصمد خلال الفترة دي من 3 ل5 سنين، وبيكون لها توجه واضح. وكلمة حزب مش معناها ترخيص، لأن الترخيص لا يعني تأثير في الحياة السياسية، وإنما كلمة حزب معناها في وجهة نظري أنا 4 حاجات. أول حاجة قواعد شعبية، وأنا أرجو حضراتكم تتأملوا كل الأحزاب المدنية اللي موجودة. طبعا مدنية غير النور والحرية والعدالة، أنا بتكلم عن أحزاب الليبرالية المدنية المختلفة يعني. خلاص؟ وعايز حد من حضراتكم يقول لي مين فيهم حزب عنده قواعد شعبية بجد. رقم 2 كوادر عقديين. كوادر عقديين يعني ايه؟ يعني حد انت ربيته على برنامج ومبادئ الحزب بشكل عقدي، يستطيع ان هو ينقله لغيره، يستطيع ان هو يجادل لإثبات صحة هذا الحزب، يستطيع ان هو يدافع عنه. برضو أرجو حضراتكم تتأملوا الأحزاب الموجودة وتقولوا لي مين من هذه الأحزاب عنده كوادر عقديين. عايز أقول لحضراتكم يوم ما كنا بنعمل قوائم اللي دخلت انتخابات مجلس الشعب، كان كل حزب من الأحزاب بيقدم من عنده 1 أو 2 أو 3، دول اللي بيتقال عليهم إن هم كوادره اللي قدر يشتغل عليهم، لكن الباقي كله كانوا بمنطق النوادي كده كأنهم محترفين. بننزل المحافظات ونشوف بعض ناس مين عنده شعبية مين عنده كذا، لكنه لم يتم تدريبه على أفكار الحزب ولا على مبادئه، وبالتالي هو نفسه ممكن يتكلم جوه البرلمان بغير أفكار الحزب. وأنا فاكر في وقت ما كنت بنتمي فيه لإحدى الهيئات البرلمانية، كنت أنا ممكن أكون واقف بهاجم الشرطة مثلا عشان وقت أحداث محيط وزارة الداخلية، وفي نفس الوقت ومن الناحية الثانية قايم واحد المفروض ان زميلي وبيشكر فيها الوزارة. فده بيتكلم عن معنى هل انت فعلا عندك كوادر ولا لا. فدي برضو حاجة ارجو تتأملوه. الحاجة الرابعة او الثالثة ان يكون عنده برنامج واضح جدا في 3 حاجات. احنا بنتكلم على ثورة، فواضح فيه جدا هيعمل ايه في الوقت قصير الاجل، وهيعمل ايه في شكل متوسط الاجل، وهيعمل ايه في شكل طويل الاجل في اطار رؤية. يعني يجي الحزب يقول لك انا رؤيتي لمصر في المرحلة الانتقالية كذا وكذا وكذا وكذا، ورؤيتي لمصر خلال 10 سنين كذا وكذا وكذا، ومن هذه الرؤية يفرع البرامج وتفاصيل البرامج وما شابه. وفي الحقيقة برضو أنا أرجو حضراتكم تتأملوا الأحزاب وتشوفوا هل إلى الآن في مصر كلها سواء المجلس العسكري أو الأحزاب الدينية أو الأحزاب المدنية أو الشخصيات المستقلة لم نجد شخص تكلم عن رؤية مصر. مش إحنا كنا بنقول الدستور أولا؟ على فكرة هي الرؤية أولا، ومن الرؤية يتفرع الدستور، ومن الرؤية تتكون الأحزاب وتعد البرامج ويختار الناخب. احنا دلوقتي شايفين مرشحين للرئاسة بالأعداد الضخمة اللي انتم شايفينها دي، وإلى الآن مفيش واحد قال أنا رؤيتي لمصر
كذا وكذا وكذا، وبالتالي البرنامج بتاعي كذا وكذا وكذا. ومن وجهة نظري في ظل الأربع قواعد اللي احنا قلناهم دول أو الثلاث قواعد دول، زائد ان يكون الحزب عنده آليات واضحة لتنفيذ البرامج بتاعته، مع احترامي لكل الأحزاب الموجودة، لكن حالتها تبرر ظهور غيرها من الأحزاب. حالتها فيما يخص القواعد الشعبية، وما يخص الكوادر العقدية، وما يخص وضع رؤية واضحة وضوح الشمس، وما يخص وجود آليات لتنفيذ هذه الرؤية، أنا لا أجد هذه الإجابة عند أي حزب من الأحزاب الموجودة، بما فيها أحزاب الأغلبية كمان، الحرية والعدالة وكذا. وخير دليل على أن مصر محتاجة، ما زالت محتاجة ظهور حزب يعبر عن المصريين، كام مواطن من المصريين جوه أحزاب. لو جمعنا الحاجة ويعني 100 حزب الموجود ولا أقل من كده بقليل، هتجد ما فيهمش ما يقرب من 1,000,000 مواطن. يعني في تقريبا 84 مليون مواطن أو أكثر مش مقتنعين بولا حزب من الأحزاب الموجودة ولم ينتموا ليه. طيب وبالتالي لما نيجي نتكلم عن هو الحزب هيختلف في ايه؟ هيختلف في كل اللي احنا قلناه ده. احنا الاعتبار الاول بالنسبة لنا القواعد الشعبية، وبالتالي احنا هنبتدي من تحت مش من فوق. وهيساعدني على كده ان الفترة اللي العبد الفقير ادى فيها في البرلمان اتكون عندي قواعد على مستوى الجمهورية تقرب من 1,250,000 مواطن تواصلنا معاهم ونقدر ناخد منهم الكوادر اللي نبتدي بيها الحزب حياة المصريين. ده رقم واحد. رقم اثنين، التدريب والتدريب والتدريب، سواء لإعداد الكوادر العاملين أو لإعداد الكوادر العامة أو لتسويق فكر الحزب. وبالتالي الحزب مختلف، إنه بادئ من تحت فبيهتم بالقواعد الشعبية. الحزب مختلف إنه عارف إنه هيقعد سنة في حالة شرنقة، كأننا قافلين على نفسنا بنمرن الكوادر بتوعنا، ولن نقحم الحزب أو كوادر الحزب في معارك خسرانة قبل أن يتم إعداد الحزب. يعني احنا كنا أحزاب اتكونت من فوق وابتدينا انزل معركة التعديلات الدستورية واتهزمنا، انزل معركة الانتخابات واتهزمنا، انزل معركة معرفش اللجنة التأسيسية وكذا والله أعلم يحصل فيها ايه، انزل معركة الرئيس. لم نفترض ان الحزب قادر على التأثير قبل ان يكون للحزب قواعده الشعبية والكوادر المؤمنة بأفكاره والقادرة على نصر أفكاره دي. وعشان كده الأولوية العظمى دلوقتي ان الحزب تتبني له قواعده الشعبية، ان الحزب تتبني له كوادره المؤمنة بيه، ان الحزب يتبني له فرق توجيه الرأي العام التابعة ليه اللي بتنشر أفكاره في المجتمع وتتصدى لمحاولات التشويه اللي أكيد يعني هيتعرض ليها لمواقفه المدنية، سواء يتعرض ليها إلكترونيا من كتايب التشويه الإلكترونية اللي حضراتكم عارفينها، أو يتعرض ليها خطب المساجد وما شابه. الحزب عشان يكون مؤثر لازم يكون عنده جناح خدمي، وحزب حياة المصريين عنده جناح خدمي في ما يقرب من 80 مؤسسة وجمعية تابعة للمجتمع المدني، جمعناهم قبل ما نعلن عن تأسيس الحزب، هيتحركوا لخدمة المجتمع وتطويره معانا وتنفيذ برامج إعداد بناء المواطن المصري معانا اللي احنا اتكلمنا فيه. يبقى بنتكلم 1 قواعد شعبية، 2 بنى كوادر، 3 عدم استعجال المعارك قبل أن نبني الحزب البناء المنطقي الطبيعي، 4 فلسفة المكسب. ايه فلسفة المكسب دي؟ احنا هنعمل فعاليات هيشارك فيها اعضائنا، بس هتبقى الفعاليات المناسبة لخطوات البناء بتاعتنا، وهتبني عندهم ان احنا بنكسب وبنكسب وبنكسب، مش بنخسر وبنخسر وبنخسر. وده باختيار المعركة اللي يدخلها الاعضاء وفي الوقت المناسب اللي يدخل فيه الاعضاء في هذه المعارك. الحاجة الثانية برضو انه الحزب مش هينزل على الاعضاء بتاعته ببرنامج من اعلى، وانما الاعضاء اللي هيشاركوا في الحزب كلهم هيشاركوا في بناء برنامج الحزب، والاستمارة اللي الحزب بيديها للاعضاء عشان يكتبوها جزء منها اسمه اكتب برنامجك، بيعبر فيها العضو عن الافكار اللي يتمنى ان هو يحققها في من خلال حزب حياة المصريين، واللجنة الفنية او اللجان الفنية بتاخد الافكار دي كلها وبتصيغها وبنطلع من الاعضاء بتوعنا ان هم يبنوا حزبهم بنفسهم. واكيد حضراتكم عارفين ان في حاجة اسمها الادارة بالاهداف
ان العضو بتاعك هو نفسه يكون شارك في بنى الكيان، وبالتالي يتبنى او يتبني جواه فكره الملكيه للكيان ده. دي معاني فيما يخص الحزب تنظيميا. حاجه ثانيه، مفيش حزب في مصر النهارده يدعي انه حزب شباب ويعبر عن شباب الثوره او شباب مصر اللي هم نسبتهم في المجتمع 75%. احنا عاملين نسبة الشباب في الأعضاء والقيادة نفس نسبة الشباب في المجتمع، 75% من الأعضاء والقيادات من الشباب. ال 25% التانيين اللي هم فوق سن 45 سنة، احنا حاطين شروط، يا إما تبقى خبرة أكاديمية، يا إما تبقى قيادة شعبية، يا إما تبقى قيادة نقابية أو عمالية أو من قيادات الفلاحين، أو قيادة من الحرفيين. ولما أقول خبرة أكاديمية عشان يساعدونا في بنى الأعضاء بتوعنا. الحزب ما فيهوش مشاهير، كل اللي فيه شباب مصريين، وعندنا استراتيجية في العضوية، مش هيدخل في الحزب مشاهير. الحزب حزب الطبقة الوسطى، وحزب الشاب المصري الطبيعي العادي، والحزب مش هيتبني على فكرة نجوم يتجمع حواليها ناس، وإنما الحزب هيتبني على كوادر تبني الكيان اللي بتنتمي ليه. على مستوى الأداء السياسي للحزب، احنا هنرفض المهادنة بس التوافق على أي شيء يخص الهوية المصرية أو يخص المواطنة أو يخص الحريات. عندنا خط سياسي ليبرالي مدني واضح بألفاظه الواضحة. ما طلعناش عشان نحارب أي طيار من الطيارات. لو احنا هنقاوم أفكار. كل فكرة ضد الهوية، ضد المواطنة، كل فكرة تنشر تمييز ما بين المواطنين، كل فكرة تخلط الدين بالسياسة أو تخلي الدين مطية عشان نحقق مكاسب سياسية، كل فكرة تأخر بلدنا احنا هنقاومها. لكن لن نسعى لإقصاء أي فصيل من الفصائل، ولن نقبل أن نساوم على مبادئنا بدعوى التوافق وما شابه. واللي احنا مؤمنين فيه ان في كل موقف حصل المساومة والتهاون او المهادنة على المبادئ الوطنية من هوية وما شابه، خدت فيها التيار المدني وإدى شرعية فيها للتيارات الإسلامية اللي عايزة تغير الهوية المصرية وما شابه. يعني بالتالي دي أكثر أو أهم الخطوط العريضة الموجودة، ونفتح بقى مجال